السلام عليكم خوتي وخواتاتي المتقاعدين في الجزائر. قبل ما نبداو هذا الفيديو عندي لكم خبر مهم بزاف لازم كل متقاعد يسمعه للنهاية. اليوم راح نهضروا على الزيادات في معاشات المتقاعدين، وقتاش راح تبدأ رسميا، وهل راح يكون معها الآخر الرجعي ولا لا، وكذلك بعض الأمور الأخرى اللي تهم جميع المتقاعدين. لهذا خليكم معايا حتى الآخر الفيديو باش تفهموا كامل التفاصيل وما يفوتكم حتى جديد. وقبل ما نبداو ما تنساوش تصليوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وديروا لايك للفيديو، والأهم اشتركوا في القناة ماغوتغيت وفعلوا الجرس باش توصلكم كل الأخبار الجديدة. هذه القناة راهي قناتكم وقناة كل متقاعد جزائري يحب يعرف حقوقه وكل جديد يخص التقاعد. خوتي، أخيرا خرجت معلومات رسمية بخصوص الزيادات اللي أقرها رئيس الجمهورية لصالح المتقاعدين. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي تكلم على هذا الموضوع في البرلمان الجزائري، ووضح بعض التفاصيل اللي كان يستنوها بزاف من المتقاعدين منذ مدة طويلة. حسب التصريحات الرسمية، الزيادة اللي تم إقرارها للمتقاعدين ممكن توصل حتى 10%، وراح تدخل حيز التنفيذ رسميا ابتداء من شهر ماي القادم. بصراحة بزاف من المتقاعدين كانوا يتمنوا لو كانت هذه الزيادة تطبق قبل هذا الوقت، يعني في بداية السنة، باش يكون عندهم أمل يطالبوا بزيادة أخرى بعد ذلك. لكن بما أن القرار جاء باش تطبق الزيادة في شهر ماي، فهذا يعني أن الزيادة اللي كان الحديث عليها في نهاية سنة 2025 تعتبر عمليا التثمين السنوي لسنة 2026. ورغم هذا يبقى الخبر مهم بزاف، لأن المتقاعدين كانوا ينتظروا تحديد الموعد الرسمي منذ أشهر طويلة، والآن على الأقل أصبح الموعد واضح. في البرلمان الجزائري تم طرح هذا الموضوع كذلك من طرف بعض النواب، خاصة فيما يتعلق بملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وهي من القضايا اللي مازال بزاف من المواطنين يتساءلوا عليها. كما جاء في النقاش أن العامل الجزائري خدم هذا الوطن سنوات طويلة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وقدم الكثير من التضحيات، ولهذا من حقه يعيش تقاعد كريما بعد سنوات العمل والتعب. الآن نجيو للسؤال اللي يطرحه أغلب المتقاعدين: هل الزيادة راح يكون معها الأثر الرجعي؟ لحد الآن ما كان حتى تصريح رسمي يأكد الأثر الرجعي، يعني لا الوزير ولا البرلمان تكلموا بوضوح على هذا الأمر. لكن بعض التحليلات تقول أنه ممكن يكون تعويض للأشهر اللي فاتوا من بداية السنة، يعني مثلا لو كان المتقاعد راح تجيه زيادة معينة في المعاش تاعه، ممكن يتحصل على تعويض من شهر يانفي حتى الشهر ماي كي تبدأ الزيادة. طبعا هذا يبقى مجرد تحليل منطقي، وما زال القرار الرسمي ما خرج، ولهذا لازمنا نستناو الأيام الجاية باش تتوضح الصورة أكثر. كذلك كاين موضوع آخر مهم بزاف يتكلموا عليه المتقاعدين، وهو الضريبة على المعاشات. بعض المتقاعدين خاصة اللي معاشهم يفوق 3 ملايين سنتيم يتم اقتطاع ضريبة من المعاش تاعهم كل شهر، ولهذا كاين مطالب كثيرة من المتقاعدين باش يتم تخفيض هذه الضريبة أو حتى إلغائها لبعض الفئات، لأنه بزاف من الناس يقولوا باللي المعاش حتى لو كان 4 ملايين ولا 5 ملايين ما بقاش يكفي في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. ولهذا الأمل الكبير عند المتقاعدين هو أن تقوم السلطات بمراجعة هذا الملف في الفترة القادمة. في الحقيقة هذه المطالب مشروعة، لأن المتقاعد خدم سنوات طويلة ومن حقه يعيش بكرامة ويكون عنده دخل يكفيه في حياته اليومية. المهم الآن أن خبر تحديد موعد الزيادة أعطى نوع من الارتياح للمتقاعدين بعد أشهر طويلة من الانتظار. بعض المتقاعدين كانوا يخافوا أصلا أن الزيادة تتأخر أكثر أو ما تطبقش هذا السنة، لكن الحمد لله الآن الأمور أصبحت أوضح والموعد تم تحديده. صحيح أن نسبة الزيادة بين 5 و10% ربما ما كانتش في مستوى تطلعات بعض المتقاعدين، لأن الكثير منهم كانوا يتمنوا نسب أكبر، لكن إن شاء الله تكون هذه مجرد خطوة أولى وتجي بعدها زيادات أخرى في السنوات القادمة. وفي الأخير خوتي المتقاعدين، إذا حابين تبقاو على اطلاع بكل الأخبار الجديدة اللي تخص التقاعد في الجزائر، ما تنسوش تشتركوا في القناة ماغوتغيت. هذه القناة راهي مخصصة لكم انتوما، لكل متقاعد جزائري ولكل عامل يحب يعرف حقوقه ومستقبله بعد التقاعد. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وديروا لايك للفيديو، لأنه يساعدنا نوصلوا هذه المعلومات لأكبر عدد ممكن من المتقاعدين في الجزائر. وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات رأيكم، هل تشوفوا لازم يكون الأثر رجعي؟ وهل لازم تتخفض الضريبة على معاشات المتقاعدين؟ القناة قناتكم والصوت صوتكم، وهدفنا نوصلوا المعلومة لكل متقاعد جزائري. شكرا لكم كامل على المتابعة، وربي يحفظكم ويبارك في صحتكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.